السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، سعيد بلقياكم التواصل معكم في حلقة جديدة ضمن محتوانا متعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية. في حلقة اليوم دائما في إطار السلسلة المواكبة لمحتوانا، بعدما أن تطرقنا في الحلقة المنصرمة لأحداث المحبس والقصفات التي تناولتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية والأجنبية بأنها ضربات إرهابية وما هي إلا ردة فعل جزائرية من الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، ومن تأكيد مغربية الصحراء دفعها لتسخير مرتزقة البوليساريو في ضربات بائسة عبرت من خلالها عن العبث الذي يعتمل التنظيم الإرهابي من داخل جبهة البوليساريو. في حلقة اليوم إخواني أخواتي، وفي نفس السياق وفي إطار تحركات الدبلوماسية المغربية، سنعمل على وضعكم في الصورة من خلال الكلمة التي تطرق إليها وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة في المؤتمر الوزاري الأول الروسي الإفريقي، في كلمة بحضور عدة دول إفريقية، حيث تطرق فيها السيد ناصر بوريطة إلى ضرورة احترام السيادة، ودعا كذلك ناصر بوريطة إلى الإنصات إلى صوت إفريقيا واحترامه على الصعيد العالمي. وأبرز الوزير كذلك في كلمته خلال هذا المؤتمر على لكي يكون صوت إفريقيا مسموعا ومؤثرا في الشؤون العالمية، فمن المهم التذكير ببعض الاساسيات، وهذه الاساسيات هم اللي غادي نشرح لكم بالتفصيل بعدما ان غادي نجردهم عليكم، غادي نرجعوا على النقطه على اساس شرح كل نقطه على حده. اذا اولا، لا يمكن ان يكون هناك لا سلم ولا رضا او رخاء مشترك لشعوب المنطقه دون احترام السياده والوحده الترابيه لدولها الاعضاء. النقطه الثانيه وهي لا يمكن ايضا ان يكون سلم أو سلام وازدهار مشتركان في القارة دون احترام قواعد حسن الجوار بين الدول الإفريقية. إذن نقطتين أساسيتين جعلت من بوريطة أن يعطي رسائل قوية. في النقطة الأولى للجار العدو الجار الجزائر، التي ما فتئت أن تسخر جميع طاقاتها العسكرية منها والمالية والمادية في سبيل الضرب في استقرار وفي تأكيد الوحدة الترابية للمملكة. اليوم جا ناصر بوريطة عند روسيا، وتلاقى مع من؟ تلاقى مع سيرجي لافروف. غادي ندير لكم الفيديو دابا غادي تشوفوه، كيفية الاستقبال الرزين والتعامل باللغة الإنجليزية المحبكة وفي كلمات رنانة وذات معاني عدة بأن المغرب كان ولا زال وسيبقى البارتنير او الشريك الذي يعول عليه، الشريك ذات المبدا الواحد والذي يحترم ويعي اتفاقيات والشراكات الاقتصاديه والعلاقات السياسيه. كما اكد ذلك سيرجي لافروف الذي ضرب في كم من مره السياسه التنظيميه من الجزائر، واصفا النظام بانه النظام الذي يفتقر للجديه ويفتقر للرزانه ويفتقر للكاريزما، بمعنى ضرب طولا وعرضا في النظام الجزائري عقب إقصائه من منظمة البريكس في السنة المنصرمة. اليوم جاء سيرجي لافروف ليؤكد على أن المغرب مرحب به في الاتفاقيات، لا سيما وما يعرفه المغرب من توسيع قاعدة المعترفين بصحرائه المغربية وقاعدة الشركاء الاقتصاديين. جدير بالذكر على أن الزيارة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله سنة 16/2000 على مستوى روسيا، والتي تكللت العديد من الاتفاقيات فيما يتعلق بالصيد البحري وتبادل الخبرات في الزراعة والفلاحة والبيطرة، وهذا ما نجني ثماره اليوم، بحيث ارتفع عدد الصادرات وارتفعت عدد المبادلات التجارية المغربية الروسية إلى أضعاف مضاعفة. هذا ما يزكي ويعطي إشارة على أن المغرب بلد أمن وأمان، بلد سلم وتعاون، بلد فكرة رابح رابح. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية إخواني، على أن ناصر بوريطة في الكلام ديالو قال لا يمكن تحقيق أي نماء وأي ازدهار وأي تطور إن لم يكن هناك احترام للسيادة والوحدة الترابية. يتحدث عن الجارة التي تعرقل، ويتحدث على جنوب أفريقيا، ويتحدث عن الإشكال الواقع بين الجزائر ومالي فيما يتعلق بتماوين الجزائر وتماوين مالي، ويتحدث كذلك عن الوحده الترابيه في اطار الاشكال ديال قوات حفتر مع الجزائر، ويتحدث كذلك نيابه عما تعيشه بوركينا فاسو وما يعيشه الدول حديثه الانقلاب، ويعطي اشاره على ان وجب أن يكون هناك احترام حتى يتسنى لصوت إفريقيا
أن يسمع في العالم، وعلى أن إفريقيا هي التي يحتاجها العالم، وأن إفريقيا لا تحتاج العالم لما تزخر به من ثروات وطاقات ومعادن باطنية جعلت من القوى الكبرى أن تجري نحو العديد من الدول الإفريقية حتى تستفيد عبر الشراكات وعبر الاستثمارات مفادها تحسين وضعية إفريقيا وكذلك تطوير الاقتصاد ديال هذه الدول. النقطة الثانية بأن لا يمكن أيضا أن يكون هناك سلام وازدهار مشترك في إطار القارة دون احترام قواعد حسن الجوار بين الدول الافريقيه. حسن الجوار كما تعرفون على ان هذه القذائف اللي جات ديال نيرمو من السماره وديال نيرمو من اوسرد واللي عرفت هذا بالمحبس كيجوا من التريتوار ارجينال، وليست هناك اي منطقه عازله وليست هناك اي منطقه محرره على حد ادعاء جبهه البوليخاريو تقول على ان هناك مناطق محرره، وهذه البروباغندا واللي كتعلم بها اعلاميا على بعض المكلخين وبعض الكلخوزين اللي كيتبعوا هذا الخطاب الذي اكل عليه الدهر وشرب. اقول له من هذا المنبر على ان ليست هناك أي مناطق محررة، وعلى أن الجيش الملكي، على أن القوات الملكية قد استرجعت كافة المناطق واللي تحرك كيتلقى مع الدرون، وهذا حال من سولت لهم أنفسهم بضرب منطقة المحبس الضربات التي لم تعطي سوى الضبابة والإعجاج للجزائر والإعجاج للبوليساريو، ولم تحقق الأهداف المنشودة في زعزعة استقرار الملتقى واستقرار المهرجان، بل زاد من حماسة ومن نفسية الحاضرين لترديدهم هتافات وشعارات وطنية زادت رونقا وجمالية لهذا الملتقى الذي أكدت فيه المغرب عبر اختلاف هويتها واختلاف ثقافتها على أن المغرب واحد من طنجة إلى القويرة، وأن المحبس جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية. إذن حضور ناصر بوريطة له إشارتان. الإشارة الأولى عن أن المغرب يسعى شمالا وجنوبا شرقا وغربا في تأكيد حضوره الوازن اقتصاديا، حيث لا يمكن الحديث عن السياسة بمعزل عن الاقتصاد. أينما حلت المصالح الاقتصادية وإلا تزكيها اتفاقيات سياسية تمشي في نفس الطرح. ذاك حال المغرب مع روسيا. لماذا روسيا؟ إخواني أخواتي والذكي منكم وأي واحد غادي يشوف، لأنها صوتت في القرار الأخير 4257 المتعلق بتمديد هيئة المينورسو على مستوى المناطق الجنوبية التي امتنعت الموزمبيق وروسيا. كل شيء كيعرف الموزمبيق لأنها لم تبقى تنهل من ثدي الجزائر وأرادت أن تبعثر أوراق الجزائر. هذا لا نعتبره حياد بقدر ما نعتبره سياسة الابتزاز التي تنهجها الموزمبيق مع الجزائر من أجل الاستفادة كذلك من أموال ودبلوماسية الرشوة. بينما الحال يختلف عندما امتنعت روسيا عن التصويت لهذا القرار لخلفيات سياسية، أولها على العلاقات المغربية السياسية الروسية، العلاقات الضاربة في التاريخ، والتي أكدت من خلالها كم من مرة روسيا عن اعتناعها ليس رفضا ولا شجبا في القرار، وإنما حفاظا على ما يعتمد العلاقة المغربية الروسية من اتفاقيات ومن علاقات وازنة لن تؤثر على صفوها بالتصويت بنعم أو لا، ليبقى بذلك المغرب في علاقته مع روسيا محافظا على الاحترام والتقدير المتبادلين. بوريطة بعدما أن أفلح في قص أو في تقليم أظافر الدبلوماسية الجزائرية التي لم تستطيع مقارعته ولم تستطيع المشي نحوه بسياسته تعدد مناهله. اليوم يؤكد من داخل المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية في كلمة وازنة، كلمة معبرة عن لا ازدهار ولا نماء إن لم يحترم أو لم تحترم فيها السيادة الترابية وحسن الجوار للدول الأعضاء للقمة الإفريقية، بأن روسيا مرحبا بها ومرحب بها، ولكن إن لم يكن هناك احترام لسيادة الدول والاحترام حسن الجوار لا يمكن أن يسمع صوت إفريقيا في العالم، ولا يمكن أن تنعم بالنماء والرخاء. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما تعرفه هذه القارة من يورانيوم، من فوسفات، من ثروات باطنية، من ذهب، من طاقات بديلة ومتجددة ستجعلها قبلة وجعلتها قبلة لكبار المستثمرين من مختلف الجنسيات. جاء الدور اليوم لروسيا التي رأت في السوق الإفريقية بديلا لها عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي الذي سعى سعيا حثيثا إلى تغيير وجهته الاقتصادية والبحث عن أسواق جديدة، وقد أفلح في ذلك في الأسواق الإفريقية التي تنامى وترعرع اقتصاده فيها بغض النظر عما كان يستفيد فيه علاقة مع الاتحاد الأوروبي وعلاقة مع الدول التي امتنعت في التعامل الاقتصادي مع روسيا.
إذن بوريطة لا زال سائرا في دربه، ولا زال يواصل انتصاراته، ولا زالت تؤكد الدولة المغربية عن تعاملها الراقي الدبلوماسي الوازن مع مختلف الدول، سواء مع روسيا في زيارة ناصر بوريطة والاستقبال الوازن الذي حظي به من طرف سيرجي لافروف، وكذلك في الزيارة الأخيرة لإيمانويل ماكرون للمغرب واللي أبرمت من خلال العديد من الاتفاقيات، وكذلك على مستوى الانتصارات من داخل الأمم المتحدة والدروس التي يلقنها عمر هلال للحضور أو لممثلي الجزائر من داخل هذه القبة بأدب وبلباقة وبتعامل سياسي محنك. هذا هو موضوع الحلقة. بعد ضربات المحبس بوريطة يصعد ويقول من وسط روسيا على ضرورة احترام الوحدة الترابية، وأن لا ننال ماء ولا ازدهار في القارة بدون احترام حسن الجوار واحترام السيادة الترابية. كان معكم علي كمال في هذه الحلقة. شكرا على طيب المشاهدة، شكرا على الدعم، شكرا على اللايك. أنا نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.